السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ودي أول زر يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، ويا ريت متنساش تدعمنا بلايك وتسيبنا تعليق أسفل القناة. النهاردة هنتكلم عن بوت التداول في باينانس. بوت التداول ده يا جماعة هو بيتداول لوحده وبيعمل كل حاجة لوحده، بيبيع ويشتري. انت بتحدد له بس الأسعار اللي هو هيبيع ويشتري فيها، أو الليميت اللي انت يعني آخر سعر وأعلى سعر، يعني يكون في منتصف السعرين دول، سعر أقل سعر وأعلى سعر. فهو ده شغل البوت، وهو البوت بيقعد يبيع تلقائي كده مع نفسه. طبعا الشغل كله بالذكاء الاصطناعي بتاع باينانس. ده من افضل البوتات اللي انت تقدر تشتغل عليها، وبيريحك ان انت مش كل شويه تقعد تتابع العمله ديت او ديت، او تقعد تشتري وتبيع والكلام ده كله. انت بتحدد له العمله، وبتحدد له سعر البيع وسعر الشراء، وبتحدد له السعر اللي هو اليو اس دي تي، الرقم المعين اللي انت هتستثمر فيه، اللي انت هتحطه البوت وهيشتغل. اول حاجه كده هنقوم داخلين على بوت التداول. طبعا هي لو مش موجودة عندك هنا هتقوم ضاغط على المزيد، وبعدين تنزل تحت شوية لحد ما تلاقي حاجة اسمها بوت تداول، هتقوم داخل عليه. تمام، هيفتح لك هنا كذا بوت، فانت هتختار البوت التداول الفوري، لان التداول الفوري هو بيشترك عملات وبتفضل العملات معاك. لكن اي بوت تاني بتاع العقود الاجله والكلام ده كله، ده بتخسر فلوسك كلها. لكن هو البوت دوت ميزته اللي هو بيشتري عملات زي اي حاجه، هو فوري. فهنا بتقوم داخل وبتختار العملة اللي انت عايزها، يعني شوف انت العملة اللي انت حابب اللي انت البوت يتداول عليها، انت بتختار. فاحنا هنشوف اي عملة كده اللي احنا نتداول عليها ونجرب البوت عليها. فنقوم مختارين عملة النوت ديت، وبعدين هنا البوت. البوت بقى هنا في اللي هو رائجة، وفي اللي هو يدوي، وفي اللي هو الاي اي. فاحنا مثلا هنخلينا مثلا نجرب اللي هو البوت دوت. وهنا عندك هنا البوتات اللي هي بتكسب والكلام ده. الاي اي دوت اللي هو ده اسمه الذكاء الاصطناعي. فهو ده كل الشرط اللي فوق ديت الاخضر والاحمر ده هو بيقول لك هبيع واشتري في الجزء ده. فهو هو تلقائي كده، يعني الاي اي ده تلقائي. بس المشكله اللي هو بيديك سعر معين اللي انت هتحطه. يعني هو هنا عايز 191 يو اس دي تي، ما تقدرش تقول لهم، لانه هو ذكاء اصطناعي. هو يعني هو متبرمج على حاجه معينه. الرائد ده اللي انت تقدر ممكن تغير فيه. يعني كل دي بوتات بتشوف مثلا احسن بوت تقدر تشتغل عليه. فانت بتقلب وبتشوف، وممكن هنا تختار مثلا افضل ربح وخسارة، افضل عائد استثمار، الكلام ده كله، افضل نسخ. فانت بتختار اي حاجة من دي، مفيش اي مشكلة. البوتات كلها شغالة كويس يعني ما تحتارش قوي ما بين البوتات دي. وتحاول تخليه ان يشتغل على من 15 يوم ل 30 يوم. يعني ما تدوش مدة قليلة، اديله مدة كبيرة شوية. فهنا بتقدر تختار كل اللي انت عايزه، مفيش اي مشكلة في الكلام ده كله. البوتات كلها بتكسب. البوتات كلها يعتبر شغلها زي بعض، يعني البوتات كلها هي شغل سيستم واحد. مفيش مثلا بوت بيشتغل بطريقة وده بطريقة والكلام ده. بس هو طبعا الناس هي اللي بتخش مثلا على البوت ده فبيعلى، فارقامه بتعلى. يعني ممكن البوت الاقل ده يبقى زي البوت اللي ارقامه عالية، فهمتني؟ بس الفرق ان ده الناس بتخش عليه كتير مثلا، هو اول واحد مثلا تاني واحد، فالناس بتخش عليه. وطبعا كل ما الناس بتلاقي ان ده ناس كتير دخل على بيهم وداخلين، فهي دي بس الفرق. يعني الفرق كل البوتات شغاله كويس. فاحنا هنقوم شايفين مثلا هتجيب افضل ربح وخساره، او افضل عائد، او الكلام ده كله. يعني كل الحاجات ديت ما فيش فيها مشكله، انا بقول لك كل البوتات شبه بعض. فهنختار اي بوت ونخش عليه عشان نشوف احنا هنشتغل عليه ازاي. فهو دوت بيبقى نظام البوت. هنا بتحدد له السعر، السعر اللي انت هتدخله. يعني انا مثلا انا هتداول ب 100 دولار. فطبعا الشبكات هنا بيقول لك ان الشبكات، يعني عدد الشبكات بيديك كده علامة تحت احمر ان ده لازم يبقى تديله تحط له فلوس كذا، يعني تحط له يو اس دي تي كذا. فانت تظبط عدد الشبكات عشان هو يديك المبلغ اللي انت هتقدر تستثمره. يعني انا مثلا هنا حطيت 11 شبكة، يعني 11 مرة هيبيع ويشتري. فهو بيقول لي لا، المبلغ اللي انت حاطه مش مكفي. فهنشوف ايه عدد الشبكات اللي احنا هيقدر يدينا عدد المبلغ اللي احنا هنحطه في البوت. فخلي بالك كل ما الشبكات بتعلى
كل ما المبلغ اللي انت المفروض تحطه للبوت هيبقى اعلى من كده. فلازما تبقى عامل حسابك على النقطة دي، تحط له عدد الشبكات على قد الفلوس. احنا هنشوف دلوقتي ازاي هو يطلب مننا مثلا يعني عدد الشبكة المظبوط اللي هو يحطها لنا. وعندك دي شوية معلومات تحت ما فيهاش أي مشكلة، يعني عايز تتعلم عليها هتعلم، ما تعلمش ما فيهاش أي مشكلة خالص. بس في بيع جميع عملات النوت عند التوقف دي تلغيها ليه؟ لأن ممكن مدة البوت تخلص فيبقى لسه شاري عملات فيبيعها، هي بقى طالعة نازلة هيبيعها. فهمتني؟ فأنت بتلغيها علشان اللي أنت لما البوت يقف وهو شاري عملات انت بقى تبيعها براحتك، لما تعلى تبيعها بدل ما تكون مثلا هو شاريها وهي تحت ويقوم بايعها وهي تحت كمان، فايه انت تبيعها. فهنا هنشوف عدد الشبكه، المفروض انا هستثمر مثلا 99 دولار، اشوف عدد الشبكه اللي هيبقى قد العمله اللي انا هستثمر فيها. فاحنا كده ممكن نشوف العمله الاول لو احنا مش عارفينها كده من فوق، عشان نعرف مثلا السعر هيبقى منين واخره فين والكلام ده كله. يعني لازم ان انت تبقى عارف برضو العملة السعر مثلا بتطلع لحد فين وبتنزل لحد فين، عشان تبقى عارف العملة مثلا انت مظبط البوت في مكان حلو ولا لا. ما تجيش وهي العملة طالعة خالص وتبتدي ان انت تجيب عملة برضو طالعة خالص، لازم انت تجيب عملة تكون متوسطة شوية عشان البوت برضو يقدر اللي هو يشتغل براحته، لان برضو دي نقطة مهمة. فانت هتشوف النطاق السعري اللي هو محطوط دوت، هو كده كويس النطاق السعري اللي هو حاطه اللي هو الستة دوت، واللي هو 0011. فده نطاق سعر كويس، ممكن انت تعدل فيه او ممكن تسيبه براحته، فمش مشكلة، هو نطاق سعر كويس على حسب براحتك انت. هنشوف بقى عدد الشبكات عشان نظبط البوت. فانا هقوم كده ايه مزود عدد الشبكات كده عشان اشوف هو محتاج كم مرة. دوت 9 مرات هيديني بالمبلغ اللي هو معايا، يعني 9 مرات يبيع ويشتري بالمبلغ اللي هو يعتبر قول ال100 دولار، هو 99 و8، قول ال100 دولار. فاحنا كده هو ادانا خطوط خضراء وخطوط حمراء، بحيث اللي هو هيشتري ويبيع في الاماكن دي. طبعا كل ما عدد الشبكات تكتر كل ما الخطوط دي بتكتر، اللي هو ايه هيقدر يشتري كذا مرة ويبيع كذا مرة. فكل متوقف على ايه، على اليو اس دي تي اللي انت هتحطه له اللي هو يقدر يشتغل بيه. تمام. الاي اي ده بقى هو سعره ثابت، يعني هو طالب منك 191، يعني ما تقدرش تغير فيه، فهو محتاج ان انت تحط المبلغ ده بس هو شغال. مش هتقدر تظبط فيه اي حاجة، هو اليدوي ده اللي انت تقدر تظبط فيه كل شيء. بعد ما ظبطنا البوت والكلام ده وحطينا عدد الشبكات على قد الفلوس اللي معانا، قالوا عاملين تأكيد كده. احنا قلنا للبوت كده هو اشتغل، هيبتدي هو بقى يشتري ويبيع براحته خالص. شوية ممكن تلاقي اللون الاخضر ده احمر، خسارة، شوية تلاقي مكسب. هو كده كده مش هيبيع على ما هو في العملة لما تكسب، يعني هو مش هيبيع على الخسارة، هو هيبيع على مكسب دايما. هو في العملة طول ما هي نازلة هو بيشتري. طب طب هو بينزل ليه الاحمر والاخضر؟ لانه هو اشترى كمية والعملة نزلت شوية، هي كده كده كمية العملة معاك، يعني انت ما خسرتش. هو هيبيعها بقى لما تيجي تعلى. فما تشغلش دماغك بايه، بالاخضر والاحمر ده، لان هو انت اهم حاجه لحد ما البوت ينتهي خالص، يعني المده اللي انت حاططها له ينتهي، هتشوف الارباح بتاعتك واللي انت خسرته واللي انت كسبته. بس البوتات دي جميله، اللي هي دايما بتشتري في النازل وتبيع في العالي. يعني هو مش هيشتري في النازل وبيع ويبيع اقل ما هو اشترى، لا هو عمره ما هيعمل كده. هو دايما هيشتري في النازل وهيبيع لما تعلى. طيب هو لو اشترى في النازل والعملة نزلت هو مش هيبيع لحد ما البوت مدته تخلص. عشان كده انا لغيت الامر اللي هو يبيع العملات، لو هو واقف يقوم بايع العملات، لان ممكن يكون العملات هو كان شاريها والعملة نزلت، فانت لما البوت يقف هيقوم بايعها كلها على الخسارة بتاعتها. فالغي الامر ده. فكده هو ده يبقى البوت شغال وكل حاجة. ويا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تمام، عشان اي فيديو انزله يجي لك. وبكده احنا شرحنا كل حاجة عن البوت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.